السلام عليكم. فيديو اليوم غنشوفوا فيه المقابله الاخيره اللي جمعت ما بين حسنية أكادير وشباب السوالم برسم انطلاق الجوله الثانيه من البطوله الوطنيه. هذه المقابله عرفت فوز فريق شباب السوالم بهدف 1-0 اللي هو الفوز الثاني على التوالي لفريق شباب السوالم اللي كيبصم على بدايه موفقه لحد الان في مقابلتين، بخلاف حسنية أكادير يعني التعثر الثاني بعد التعادل خارج الميدان في المقابله الاولى امام اولمبيك اسفي، بحيث ان كان سباق للتسجيل. هدف فريق شباب السوالم جاء بعد تمريره عرضيه داخل مربع العمليات، والكره كتضرب في احد المدافعين وكتولي قريبه من لاعب شباب السوالم اللي بدور واخا كان عاطي بالظهر للمرمى، تمكن من التسديد ديالها صوب المرمى، ضربات في احد المدافعين وتغير المسار ديالها ودخلت الشباك. يعني الكره ملي كتبغي اللاعب او ملي كتبغي الفريق ما كاين ما يتقال في هذا الهدف هذا، ما كاين حتى شي خطا عند لاعبي حسنية أكادير. شباب السوالم كانوا يستاهلوا الفوز، يعني ما خطفوش الفوز ديالهم، وحسنية أكادير ما كانش كيستاهل الهزيمه، ما كانش موفق هجوميا كيف ما كان الحال في الموسم الماضي وحتى في المقابله الاولى امام اولمبيك اسفي، ولكن ما كانش كيستاهل الهزيمه. الملاحظه الوحيده اللي يمكن نقدروا نقولوا في هذه الكره هذه اللي جاء على اثر هذا الهدف هو بعد تنفيذ رميه تماس من طرف شباب السوالم، فاللاعب بقى وحيد، كنشوفوا المسافه كيفاش فارغه امامه، وتمكن من استقبال الكره ورميها بتمريره عرضيه داخل مربع العمليات. فالمدافع ما قامش بالضغط العالي على اللاعب اللي قام بالتمريره العرضيه، خلاه يعني باريحيه واحد شويه، كانت المسافه ما بينه وبين المهاجم. هذا يقدر يكون خطا، لان دائما خاصه على مشارف مربع العمليات كيخص المدافعين يقوموا بالضغط العالي على حامل الكره، يحاولوا يخنقوا، يحاولوا يسترجعوا الكره او الكره تخرج خارج الملعب، او المهاجم او اللاعب المستحوذ على الكره يحاول ارجاع الى الوراء لابعاد الخطر على المنطقه ديال الفريق المدافع. فهذا الشيء علاش كان كيخص يكون الضغط العالي. هذه هي الملاحظه الوحيده اللي يمكن تقال في هذه الكره هذه، لانه برغم ان قام بالتمريره داخل مربع العمليات فالمدافعين قاموا بلعبها واخراج ديالها، ولكن ملي كتمشي على الاقدار، وهذا الشيء كاين في كره القدم، ان الكره ضربات في احد المدافعين وتحطات امام المهاجم اللي سددها بدوره، ومع ذلك كان باقي ما تسجلش الهدف، ضربات في احد المدافعين وتغير المسار ديالها، والحارس هنا ما يمكن ليه الا انه بقى يشاهد في الكره كتدخل المرمى. فهنيئا الفريق شباب السوالم بالفوز الثاني على التوالي، مسيره موفقه، نتمنوا ليه التوفيق في قادم الدورات. بالنسبه لحسنية أكادير خاصو يعيد النظر ويرمم الصفوف ديالو، لان مقابلتين تحصل على نقطه خارج الميدان في الدوره الاولى اولمبيك اسفي، فنتمنوا ليه التوفيق في سائر او قادم المقابلات. كان هذا الفيديو اليوم والهدف الوحيد في هذه المقابله، الى فيديو قادم، السلام عليكم.